خطير. وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. خطير. وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. اوكي. حوالي ربع حوالي ربع الاطفال السعوديه متعرضين للاغتصاب الجنسي. 62% من هذول الاشخاص يعني لا عفوا، هم ظاهر انه هذه الدراسه سواها على طلبه الجامعه. اوكي. فكان 23% تعرضوا للاغتصاب الجنسي في مرحله الطفوله. 62% منهم كان من طبعا ما صرحوا لاحد ابدا، ويرجع هذا الموضوع لانه اللي اغتصبهم من الاساس او اللي تحرش فيهم كان من احد الاقارب. نعم. وفي الدراسه هذه ذاكر انه اكثر من 16% من الاقارب، يعني تحديدا 5% من الاخوه والاخوات، 2% من المعلمين، و1% اباء وامهات. في دراسه اخرى او هي كانت دراسه مسويتها الدكتوره انعام الربوعي. اوكي. هذه الدكتوره هي رئيسه قسم جراحه الاطفال في مستشفى القوات المسلحه في جده. نعم. ذكرت او حذرت من انه السنوات القادمه سوف تعاني او نعاني كمجتمع من حالات منتشره جدا جدا من الشذوذ الجنسي. ارجعت هذا السبب للاعتداء الجنسي على الاطفال وكثره الحالات اللي ترد للمستشفى من الاعتداء الجنسي للاطفال، كذلك العنف الاجتماعي الذي يقع على الطفل. وذكرت كذلك انه في المستشفى بالمتوسط يأتيهم كل تقريبا 3 حالات في الأسبوع هذا اعتداء جنسي. أوكي. وش يكون مصير هذه الحالات لما توصل؟ والله أنا ما أدري، بس هذا اللي يعني هذا اللي ذكرته على فكرة بجريدة الوطن السعودية، يعني كانت مطبوعة وأنت عارفة جريدة الوطن من الجرائد اللي جدا ثقة. نعم. بالإضافة لذلك في دراسة في مكتب الإشراف الاجتماعي، هذه الدراسة برضو خطيرة جدا. تقول هذه الدراسة أنه نسبة 46% من الطلبة في مدينة الرياض يعانون من الشذوذ الجنسي. 25% من الطلبة في مدينة جدة يعانون من الشذوذ الجنسي. نسبة كبيرة. نسبة جدا كبيرة. على فكرة هذه الأشياء يجب أنه نحن نواجهها بشفافية جدا جدا. يجب أنه نعرف هذا الكلام لا يسيء لأحد، لا لوطن ولا لمجتمع، لكن لازم أنه نحن نواجه هذه الحقائق، لأن هذه حقيقة. أوكي؟ يجب مواجهتها حتى لو كانت مخيفة. هي مخيفة وجدا مخيفة. إذا أغفلناها معناها نحن ما احنا واعين لحجم، لأن هذه الأرقام تكون سريعة. فجأة تلاقي مجتمع صار مفتت هش. لما يكون عندنا نسبة من الطلبة والأطفال أو المراهقين شادين ومثليين، هذه مصيبة حقيقية. يعني أنت ما عندك مجتمع قوي فعلا. يجب أن فعلا ننظر لهذا الموضوع بنظرة أكثر جدية. طب هذا يعني شيء جديد في السعودية أن تنشر عبر الصحف هناك مقالات كتبت عن الموضوع. الدراسات التي ذكرتها ما تعتبرين شيء جديد؟ لا، هو مو جديد. يعني الدكتورة هناء المطلق كانت من عام 96 تكتب عن التحرش الجنسي، تكتب عن المحارم كثير، يعني هي من أول الناس. كذلك في كثير ناشطات حقوقيات وناشطات في مجال الطفل بالذات، يعني في من زمان، وفي لجان عندنا في المستشفيات. يعني ليس هناك رفض من قبل المسؤولين لطرح مثل هذا الموضوع؟ لا، نحن اساسا حتى خادم الحرمين الشريفين الان مركز يعني في تركيز حقيقي على هذه القضيه. عشان كذا صار في برنامج الاسري الوطني، عفوا برنامج الارشاد الوطني الاسري. نعم. اوكي. فيعني في كثير مشاريع، لكن لازم تفعل. اوكي. بالتعاون من المجتمع. بالتعاون. لا، في بيروقراطيه احيانا. يعني عندك في كثير من المشاريع يعني حتى في دعم لها من الدوله، لكن في بيروقراطيه تعيق انه هذه المشاريع تكون فاعله في المجتمع، تكون فاعله. نحن عندنا انكار لمشاكلنا، وهذا مشكله. انت ما انت قادره تواجه مشكلتك. نعم. طب اذا تحدثنا عن الامارات، هل هناك نسب ودراسات علمية؟ أنا لسه كنت بعلق. أنا مبسوطة جدا أنكم عملتوا دراسة وطلعتوا إنه نسبة محددة مثلا 46% في الرياض وغيرها. إحنا لما نتكلم في الموضوع، سواء كان الشذوذ سواء كان الاعتداء الجنسي في الإمارات، في تناقض.
يعني انا اقدر اروح المدرسه واتكلم في هالموضوع، المدرسه تتقبل، الطالبات يتقبلوا، اكتب مقاله في احد الصحف اللي كنت اكتب فيها دائما، كتبت مره عن الشذوذ منعوا المقال، لا ما ينزل هالمقال. عارفه شو اقصد؟ يعني في تناقض، مش الدوله اللي تخاف الحكومه، اصحاب احيانا اصحاب الصحيفه يخافوا انه الموضوع حساس. لكن انه في دراسه سووها، بس انا لو كان في دراسه كنت عرفت اني مهتمه في هالموضوع كثير. بس اقول لك من خلال مركزنا، انا اقول لك نسبه كبيره 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 من اللي يجونا نحن اللي عندهم شذوذ جنسي من الرجال والفتيات، يمكن اقول لك نسبه 98% تعرضوا لاعتداءات او زنا او اغتصاب او تحرش من المحارم او البعيد حتى. يعني مثل ما قالت الشذوذ الجنسي احد اكبر العوامل الاسباب ان الطفل يعتدى عليه سواء من قريب او من بعيد. لكن اذا جينا للارقام صراحه اقول لك احنا في هالموضوع في تناقض كبير، في جهه تتكلم، في جهه تقول لا، ممكن نسب واضحه ممكن اعتماد عليه. بس انا قلت من خلال تجاربنا في كثير، ولما تفكرين فيها اي واحد عمره 30 و40 و20 تقول يا هالموضوع كان منتشر من زمان، يعني قبل 10 20 سنه كان صاير، بس صار في دينايل، انكار، ما نتكلم، عيب. لا احنا عندنا هالموضوع، لا مجتمع محافظ متدين، احنا متدين، احنا مسلمين، لا المسلمين عندهم بعد المشاكل، المتدين عندهم، مش غيرنا، مش الغرب بس اللي عنده، احنا عندنا الحلو في الغرب اللي يتكلم عنها بشفافيه وناقشها في التلفزيون، الحالات تتكلم وتقول احنا حالاتنا للحين في منهم والله احيانا كثير يجينا الواحد مثل لسه لابس نظاره سوداء بس عشان ما احنا ما نعرف، بعد كم جلسه يرتاح ويشيل النظاره مثلا. طب قبل في بدايه الحلقه تكلمت عن الجد اللي يغتصب حفيده او حفيدته او يعتدي عليهم او يتحرش، ولا يختلف عن الاب ولا يختلف عن الاخ، كلهم حالات تعرفين نفسيه مريضه اخلاق منحله. ولكن مثلا وجد في بعض الحالات انه لما يكون الشخص اذا كان الاب او الاخ تحديدا يتعاطى مخدر او الكحول، هذا يدفعه انه يمارس هالشيء اكثر، يعني اخلاقياته اوريدي منحله، له ملتزم بدينه ويعرف ان هذا الشيء حرام، وبالتالي لما يكون تحت تاثير الكحول او المخدر يندفع للقيام بهذا السلوك اكثر. يعني هذا الجد يمكن يكون عمره 70 سنه، الجد او الطفل 95. ما هو الجد عارفه يعني يصل لمرحله من عمره، واذا كان هو اصلا يعني انا اذا لما قالت لي جدها يتحرش فيها تخيلت انه كيف يتحرش في حد من اولاده، يتحرش في حد من بنات، يعني السلوك موجود عنده منذ الطفوله، من يوم ما من الفتره ما عنده هذا الاحساس بالابوه، بالتالي ما كان سلوك مفاجئ يعني بالنسبه له، هو مش سلوك جديد. هو اكيد لما قالت لي جدي على طول عرفت انه مارس اياه مع اولاده، بناته، بناته، بنات اخواته. وعادة على فكرة احنا عندنا من الحالات اللي فينا خوال اخ الام كثير. والاخ في حالة من الحالات كانت عندي بنت تزوجت اتطلقت في خلال شهور، اخوها اعتدى عليها وهي عمرها 16 سنة بعد طلاقها، اعتداء كامل. طبعا خبرت البيت، صارخت، خبرت ابوها. في حالات حمل وصلتك؟ لما كنت ادرس في جامعة الامارات كانت في طالبة كانت تقول لي يوميا اخوها هو يجيبها من المدرسة في احد الامارات البعيدة، المناطق البعيدة، يوميا الظهر كان يعتدي عليها في الطريق، لدرجة انه جارهم شاف الفكرة فقام يتصل فيها ويهددها تطلعي معي ولا خبرني اخوك يعتدي عليكي، وفعلا صار في حمل من الجار ولا من الاخ. وطبعا انا كانت اول شيء قلت انه لازم تروحي تبلغي، لان انا اتكلم عن دبي مثلا، في دبي في مثلا حقوق الانسان عندنا لجنه او جمعيه او مش جمعيه، قسم تابع للشرطه، في الحين عاملين كمان لجنه اللي مثلا دعم قضايا المراه في الشرطه كمان. انا اعرف ناس في الشرطه وكذا مره اثرنا الموضوع ويقولون احنا ما عندنا مشكله، ممكن نستر على الشخص، البنت هاي او الرجل او الطفل، تعال اشتكي احنا بنتصرف بس ما بنفضح، بس المجني عليه دائما يخاف من الفضيحه وما يصدق ان الشرطه بتستر عليه، اي ان ممكن تحميه وتستر على الموضوع. طب ايش كان مصير المولود؟ هذه عاد ما هي اعتقد اجابت من غير ما احد يعرف.